حطي بقى البيضة في البرطمان، وبجد انتي طول عمرك بتعمليها غلط. تعالي هنا كده على طول وشوفي الطريقة بتاعتنا، بس قبل ما تشوفي الطريقة ما تنسيش تعملي لها لايك وشير كتير، لان هي حلوة قوي 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 قوي. في الاول كده هنسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب البرطمان بتاعنا مغسول ونضيف زي الفل كده ومتعقم. حطيت فيه البيضة ونزلت عليها برشة من الفانيليا، ونزلت كمان عليهم ومعلقتين كبار من السكر البودر، وبعد كده كمان نزلت بايه حوالي ربع كوباية من الزيت. والزيت معانا هنا يكون فاتح وملوش ريحة. وكمان نزلت بربع كوباية من اللبن، وخدتهم بقى كده كلهم وقلبتهم كويس مع بعض لحد ما كل المكونات دي اختلطت مع بعض. وهنا السكر بودر مش سكر حبيبات. تمام. قلبتهم كده كويس جدا. بعد كده هنزل بقى ايه عليهم ب3 4 معالق من الدقيق زي ما انت شايفة كده. 3 معالق كبار من الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وكمان نقطة صغيرة من الخل. وهرجع تاني اخدهم كلهم واقلبهم مع بعض زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. لو لقيتي بقى هنا القوام معاكي خفيف فانت ممكن تزودي شوية لبن صغيرين. قلبي بقى كويس قوي 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 لحد ما المكونات كلها تختلط تماما. كمان هحطلك تطبيق حلو قوي في الكومنتات تحملي منه كل وصفات رمضان بدون نت. هتحمليه اول مرة وبعد كده هيفضل عندك على طول في كل وصفات رمضان. خدت بقى الخليط بتاعي وقسمته على الطاجنين الصغيرين دول مقاس صغير، وسخنت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 ودخلتهم رف اوسط لمدة 10 دقايق بالظبط. اول ما بيطلعوا بقى المفروض ان احنا نعمل لهم كده سكوب بالعصاية الشيش طاووق او خلة الاسنان اي حاجة موجودة عندك. تجيبيها كده وتحطي شوية لبن صغيرين في في كل طاجن حوالي معلقتين. بصوا هي جميلة جدا والله بجد تتاكل كده. بعد كده كمان كنت انا عاملة صوص الشوكولاتة ومنزلاه لكم عندكم في الصفحة ورا ارجعوا له. عملت بقى صوص ونزلت بيه على الكيكة بالشكل ده. عايزة اقول لكم بجد تحفة. جربوها وليه تشتروا الطاجن ب50 و60 جنيه لما انتوا ممكن تعملوا ببيضة واحدة. عملت 2 ببيضة واحدة. شايفين بقى شوية شوكولاتة كده تشيبس صغيرين او اي حاجة او سبرينكل اللي موجود عندك تزوقي بيه كده وتدخليهم بقى التلاجة شوية. وبجد تحفة جربوها انا متأكدة ان هي تعجبكم جدا. كمان هسيب لكم التطبيق في الكومنتات بجيب منه الافكار دي كلها. حلوة قوي يا بنات حملوه عندكم بجد هيسهل لكم لانه بدون نت. وبعد كده بقى هدخلهم التلاجة واوريكم شكلهم بعد ما يطلعوا من التلاجة عاملين ازاي. احلى بكتير جدا من اللي بنجيبهم من بره وارخص بكتير جدا جدا جدا. شايفين وكمان صوص الشوكولاتة ده والنوتيلا هتلاقوهم في الصفحة عندي ورا. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي باي.